مرحبا حبايبي، اليوم جيتكم بوصفة سهلة وبسيطة وكلكم تستخدمونها. خضرة عندي وحبتين بطاطا بوتيتو وحبتين فلفل، راس بصل، 3 طماطايات، ربع كيلو لحم. وراح نسوي عشاء سهل وبسيط وكلش طيب. راح أثرم الخضرة بإيدي ثرم ناعم. راح أبرش أول مرة أبرش البطاطا بالمبراشة، أبرش البوتيتو والبصل. الخضرة راح أثرمها ناعم ثرم باليد حتى تحافظ على نكهتها. هاي بعد ما ثرمت الخضرة وبرشت البصل والبوتيتو، ثرمت الطماطة والفلفل ثرمته ناعم، وهاي برشت البوتيتو والبصل بالمبراشة. أكلة جدا سهلة. هاي راح أخلط المواد كلها سوا. الخضرة والبوتيتو المبروشة بعد ما غسلتها راحت النشويات منها، وهاي البصل المبروش، وهاي اللحم، وهاي الطماطة ثرمتها ثرم ناعم، وهاي الفلفل الأخضر، وهاي البهارات المشكلة، وهاي خاشوقة ملح، وهاي قلاص طحين. راح أخلطها كلها سوا بحيث تتجانس، وراح تصير عندي عجينة كلش حلوة وسهل تشكيلها. هاي بعد ما عجنتها صارت عجينة سهلة وبسرعة تتشكل. شوفي شلون راح تتشكل الكباباية. تقدرين تسوينها عشاء حتى لو ما كان عندك لحم. كنت أنا قبل بالشتاء، أيام الشتاء، شنو اللي عندي بالثلاجة؟ فلفلاية، طماطاية، بوتيتاية، شجر، قرنابيط، كله أسوي. هاي جاي أشكلهن وخليهم بالطاوة زيت حامي. طعمهم كلش طيب. سووها وجربوها، يفيد عشاء، يفيد ريوق. للجهال للمدارس تسوي لهم لفة، بنفس الوقت سهل وبسيط. وقولوا لي شنو رأيكم، جربوا وقولوا لي. طبعا طريقة كلش سهلة وكلش عملية. عشاء سهل وبسيط وما يكلفك شي، وانتي بالبيت قاعدة، أحسن من ما تحتارين بعشاك. دائما أنا أسوي الفلافل، أسوي الكباب، أسوي الكبة، تفيدني عشيات، ما أحتار بعشاي. شوفي هذا شلون عشانه حلو، حلو طيب، وسهمنا وسهمكم العافية، وكلش جدا لذيذ. هاي كباباياتنا صار مقلم.